يا حمدان ارحب يا اخي ارحب. قول لي كيف عملت بعد ما بعد لك القضيه حق الخمسه المستعجلين؟ بس قلت لك انا في الفيديو اللي قبل هذا. ايوه هل انت قمت معه؟ ايوه ما رايك؟ اضطربت انا وابي من 3 وسر. دشيني افلته. اها قل فكرت اشياء مقلب يضطرب قبالي، اشياء طيب نفسي. لان احنا الضربه هذيك وانا مشوا بصد يا اخي. المهم يا سيد الناس، قل كان في يوم من الايام كنا الوسيط حق زواجة بنت عمه. انا وهو كنا الوساطه. بعدين يا اخي هذا اخر 100,000 من المهر مكنته وبين اصوره في فيديو. هكذا يعني ساعة ما تقول قلت اثبات انني مكنتها الزبطين. وانا بين مكنها ال 100,000 وهو بيقول لي الله يجعل في ذلك الخير والبركه وان شاء الله زواجة العمر. كمل العرس مدري ما وصارت الايام وجت الايام وجالس في قلبي حق الضربه ذيك وعلانه. جاء عندي يصيح لي يوم جمعه. اخي وصل من السفر، اخوه الكبير التاجر هذا الذي ذكرنا. قال اخي اخوتي مشغل اخوه، قال اخوتي وصلوا من السفر التخزينه اليوم عندنا. يا الله. قلت له تمام حاضر. وبفندم في حالتنا بنهتابك كلنا يعني نحترمه لك قد. وهو ولا في حس مني، يجلس معه ويندشه، يجلس يندش الفندم هذا. الفندم هذا يتمنى انه يقع لديه موقف يضحك. صرت له عند الفندم هذا، قلت له شي تضحك؟ قال لي ايوه. قلت حلق واستبك والثوب الابيض والحسيب والمدري ما ها وجي معايا نخزن. قال ليش؟ قلت شي يضحك فيه فلان؟ قال لي ايوه. قلت يلا تمام. تغطينا واستبك الفندم هذا ومدري ما وتشيك وطلعنا نخزن عند اخوته الكبار ما لهم هيبه. طبعا صاحبي هذا قد ابوه توفى كامل الله يرحمه. جلسنا للساعه 4 افتكست كذا قلت صلينا على النبي. قال اللهم صل وسلم عليه. قلنا احنا جينا طالبين راغبين يد الوالده للفندم. انا كنت كلهم قلت طالبين راغبين يد الوالده للفندم فلان الفلاني واخوتي فعل واحد. قلت ما لكم تفاجأتوا كنا اول مره تسمعوا الخبر هذا؟ قالوا ايوه اول مره نسمع الخبر هذا. قلت احنا تمينا معاه فلان. هو بسرني ما قال. اضحك على ما يدروا انه مقلب. ضحك. قال كيف اضحك؟ ما رد خيبال. تمينا